مساء الفل يا صديقي البروكر، انا مدثر الدسوقي وانت دلوقتي بتتفرج على اهم كورس لتعليم اي بروكر مبتدئ. وخليك فاكر دايما ان الاهم من الشغل تظبيط الشغل نفسه. الشاي ودى الكورس في حتة تانية خالص. اللي انا بعمله انا مستني كونتنت لحد الاخر. بما اننا خلاص دلوقتي دخلنا في الشغل التقيل وهانت واتبقى حاجات بسيطه عشان خاطر نكلم العملاء بنفسنا. قبل ما نكلمهم لازم اصلا نفهم شخصيات العملاء اللي احنا نتعامل معاهم. في نظريه مهمه جدا اسمها نظريه ديسك اللي هي DISC، ودي اللي قسمت العملاء لاربع شخصيات. تعالى نعرفهم مع بعض. يعني انا حاسه ان انا بلوك وانا مش عايزه الوك ومش عايزه ادي معلومات، بس انا قلت لك ابعت لها فيديو. ابعت لنا معلومه يعني خليها تتكلم معاك. بدل دي لا حضرتك عارفه مروج؟ عارفه مروج. طب عارفه القطعه اللي موجوده جوه في القطعه رقم كذا، ودي في القطعه رقم كذا عارفاها. اتكلموا مع بعض، فهمتي؟ الهيمنه والتاثير والاستقرار والتحليل. هنتكلم اول حاجه عن شخصيه الهيمنه اللي هي بيرمز لها بالحرف دي. ده العميل اللي بيحب القرارات السريعه، مش بيحب التفاصيل. يعني هكسب كام، مشروعك قوي، هل ده مناسب ولا لا. غالبا بيكون النوع ده بيستثمر، وده لازم اتعامل معاه بشكل مباشر ومختصر، وهركز على الفوائد بس. وده افضل حل معاه، اللي انت تديله اختيارين وتقول له ان ده انسب بالنسبه لك وبالنسبه للهدف. تاني حاجه الرمز اي، وده بيرمز للشخصيه المؤثره او شخصيه التاثير. ده العميل الاجتماعي بطبعه، بيحب الجو والفيو، شكل المشروع، الناس اللي حواليه والكوميونتي. دايما هتلاقيه بيهتم بالواجهه او بالشكل او بالمكان اللي حواليه. الخدمات مثلا الجاردنز، لازم تتعامل معاه بلطف جدا وتفاعل، وما تخليش الحماس اللي عنده يروح خالص. ولازم تركز على الاحساس اللي المشروع دوت بيديهوله. ولازم لما تتكلم معاه غالبا الكلام مش هياخدكوا ناحيه الفلوس وناحيه الاوراق، خدوا ناحيه المشاعر وناحيه العاطفه اكتر. شخصيه الاستقرار، ودي اللي بيرمز لها بالرمز اس. ده العميل الهادي اللي عايز راحه وامان ومش عايز اي ضغط نهائي. ده بيهتم بالهدوء والاستقرار، وده بتشرح له بهدوء وبتخليه يطمن وتاخده واحده واحده وما تضغطش عليه ابدا في ان هو ياخد اي قرار. افضل كلمه بيحب يسمعها خد وقتك، ومش هناخد اي خطوه غير لما حضرتك تطمن خالص. رابع شخصيه معانا اللي بيرمز لها بالرمز سي، وهي الشخصيه التحليليه. بيحب الارقام والبيانات ويحب كل حاجه تكون قدامه واضحه اكتر، ولازم تبقى كل حاجه واضحه بالنسبه له قبل ما يوافق. بيسال على المخططات والاسعار والتفاصيل واللاي اوتس واي حاجه ليها علاقه بالبيانات قبل ما يخش في المشروع. وده انا اتعامل معاه ازاي؟ لازم اكون عارف ان هو بيثق في المعلومات، مش بيثق في الكلام اللي انا بقوله او بتكلم فيه. فده هبعت له كل حاجه على الواتساب مكتوبه من جهه رسميه مقرره بالفعل، عشان خاطر يقتنع ان الكلام دوت كلام موثوق فيه 100%. الخلاصه من كلامي ده، كل عميل مختلف، مش لازم كل شخص ينفع معاه نفس الاسلوب. اول ما هتفهم شخصيه العميل ايه من الاربعه دول، هتقدر تقنعه وتبيع له بسهوله شديده جدا. لان البيع الحقيقي مش في الوحده نفسها، البيع في ان انت تفهم العميل اللي قدامك. ثواني. ومش معنى كلامي ده اللي انت هتغير اي حاجه في كلامك، بالعكس انت كلامك هيفضل زي ما هو، لكن اللي هيتغير هو طريقته. وهتعرف الكلام ده منين؟ هتعرفه من اول 4 ثواني مع الكلاينت. هي اللي بتحدد من نبرته اذا كان هو عميل تحليلي او عميل مؤثر او عميل فريندلي. ايا كان نوع العميل ايه هو بالظبط، انت هتفهم من اول نبره الصوت. بكده احنا خلصنا حلقه النهارده. فعل زر الجرس عشان خاطر الحلقه اللي جايه هنتكلم عن المكالمه البيعيه بمنتهى التفصيل، ودي من اهم الحلقات اللي في مسيرتك. دلوقتي اعمل لي لايك، اعمل لي فولو، اعمل لي سبسكرايب، وما تنساش تعمل شير لكل زمايلك الفريش عشان خاطر يستفادوا. وخليك عارف الاهم من الشغل تظبيط الشغل. سلام.